سبب وتفاصيل وفاة الشيخ سعد البريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. خبر أحزن الأوساط الدينية والإعلامية. أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية مساء السبت عن وفاة الداعية الإسلامي المعروف سعد بن عبد الله البريك بعد مسيرة حافلة وطويلة في العمل الدعوي والعلمي امتدت لعقود من الزمن، كان فيها من الأصوات المؤثرة في مجال الوعظ والتوجيه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأما عن سبب الوفاة، بحسب مصادر قريبة من الداعية سعد البريك، كان يعاني في الأيام الأخيرة من وعكة صحية حادة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورا مفاجئا خلال الساعات الماضية قبل أن يتم الإعلان رسميا عن وفاته. ومن المقرر أن تشيع صلاة الجنازة على الراحل يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في جامع الرقح بمدينة الرياض، ويواري جثمانه الثرى في مقبرة النسيم. سعد البريك مواليد عام 1962 في المملكة العربية السعودية، حاصل على بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الاقتصاد، ماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان. دمتم بأمان الله والسلام عليكم.